ساب الطب والتجارة والهندسة عشان التمثيل. أنا المسؤول عن اللي حصل. اتجوز مرتين، واحدة من ممثلة والتانية كانت حب عمره وما كانش بيسيبها لحظة. وحشتيني. رغم كده كان رافض ولاده الرجالة يدخلوا مجال التمثيل. بعدين أنا سبت شغلي ده من زمان. بس اللي حصل كان عكس كده تماما. نبيل الحلفاوي المثقف اللي كان بينقي أدواره بعناية شديدة وراه أسرار كتير في حياته، طب وحياة أمك لأشربك حتى لو كنت طين. تعالى. منها السبب اللي رحل بيه وتفاصيل غريبة عن مقبرته وليه رسم خريطة عشان ولاده يوصلوا ليها. سؤال وجيه فعلا ولازم تلاقي له إجابة. تابعوا معانا في الفيديو ده عشان تعرفوا كل التفاصيل. نبيل حلفاوي ابن حي السيدة زينب ما كانش في باله إنه يبقى ممثل. أبوه كان موظف كبير في الأمم المتحدة وعيلته كانت معروفة بمكانتها الاجتماعية. بدأ حياته الجامعية بمحاولة دراسة الطب بس ما كملش. أنت كده بتقوم بعملية انتحارية وأنا رافض وده أمر. بعدها جرب الهندسة وما نجحش فيها برضه. أخيرا دخل كلية التجارة وخلصها لكن ما لقاش نفسه هناك. بعدها قرر يدخل معهد الفنون المسرحية وهنا كانت نقطة التحول في حياة نبيل. اكتشف شغفه الحقيقي ولقى التمثيل هو الحاجة اللي كان بيدور عليها. بدأ مشواره الفني من المسرح وقدم عدد كبير من المسرحيات، يعني أنت مبسوط كده يا صلاح؟ ومن بعدها انطلق في عالم التمثيل. مشوار الفن، نبيل ما كانش بيقبل أي أدوار وخلاص، كان بيختار أدواره بميزان حساس فقدم أعمال عظيمة زي الطريق إلى إيلات، رأفت الهجان، ليالي الحلمية، الزيني بركات، النوة، بابة الحلواني، محمد رسول الله. أدواره دي ما كانتش مجرد شخصيات، دي كانت علامات بارزة في تاريخ الدراما المصرية. حياته الشخصية، وإيه علاقة ده بشغلتي هنا؟ حياة نبيل الحلفاوي على المستوى الشخصي كانت مليانة تفاصيل مثيرة. اتجوز الفنانة فردوس عبد الحميد وخلت منها ابنه خالد، لكن بعد فترة انفصلت وابنه عاش مع أمه وجوزها المخرج محمد فضل. كويس. وجوزك اتعدل؟ بعدها نبيل اتجوز مرة تانية من سيدة من خارج الوسط الفني وكانت هي حب عمره الحقيقي. عموما المشاعر دي نعمة. كانت حياتهم مليانة حب ودفء وخلف منها ابنه وليد، رغم إنه كان رافض دخول ولاده مجال الفن بسبب صعوبته، بعدين أنا سبت شغلي ده من زمان. لكن اختاروا طريقهم وأثبتوا نفسهم. ابنه خالد أصبح مخرج كوميدي ناجح ووليد شق طريقه بنفس القوة. نبيل حلفاوي رغم إن ولاده الاتنين مخرجين بس هو ما اشتغلش غير مرة واحدة بس مع ابنه خالد في فيلم تسليم آلي، ودي كان آخر حاجة شارك بيها في حياته كلها. وما كانش حابب فكرة إنه يشتغل مع ولاده وعمل معاه الفيلم ده بس عشان يبقى شارك مع ابنه في حاجة في حياته، إنما ملحقش يشارك مع وليد في أي حاجة ورحل قبل ما ياخد الخطوة ديت ويبقى زي أخوه. الرحيل والأسرار، نبيل حلفاوي كان راجل عيلة بكل ما تحمله الكلمة. رغم إنه خلف من اتنين حافظ على الترابط بين أولاده والكل وقف جنبه في مرضه الأخير. إصابته بسرطان متقدم أنهت حياته، لكن سر الخريطة اللي رسمها لمقبرته كانت غريبة. نبيل كان خايف إن ولاده ما يعرفوش يوصلوا المقابر فعمل خريطة مفصلة عشان ما يتوهوش. في النهاية رحل نبيل حلفاوي وترك وراءه تاريخا فنيا عظيما وحياة شخصية تستحق الإعجاب، وولاده النهاردة بيكملوا حياته بنفس العزم والتميز.